السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن حاليا في المشرح، وراح نشيك السيارة من الدهن ومن الماي مالتها وغيرها، منطلقين نحو تل عزيزة. راح نشوفكم الآثار إذا وفقنا الله سبحانه وتعالى لزيارة هذا المكان الجميل، وما لقينا أي صعوبة من الناحية الأمنية أو من الناحية العشائرية. راح نوافيكم. حاليا احنا ما ندلينا الموقع مالتها بالضبط، لان التفرعات هواي، فراح نسال هذا الولد اللي هنا. وانا اللي مدمرني هذا الكلب، لان ما يخليني اوصل. تعال طرد لنا. السلام عليكم. الله يخليك. احنا جايين عن تل عزيزة هنا. مين المكان اللي اطلع له؟ طلعت الشارع الاقصي. هذا اكو يعني طريق يمر علي؟ اي موجود كامل. مو قالون ذب السياره بمنطقه تقدر تمشي عليها. يندب ينبي الكاظم. اي تمشي عليها. قالوا مطلوبين وكل شيء وهاي. اي مطلوبين. يعني خلونا نمشي اذا يخلوكم. ما نشوف. يلا مشكور، نعم الله. الله يخليك. تحياتنا لك. يلا اسمع. السلام عليكم. السلام. الله يسعدك. الله يخليك. احنا التقينا بصديقنا هسه حاليا راح يدللنا. احنا انتهينا من المنطقه. تل عزيزه مين يعني مين نقدر نفوت له؟ تل عزيزه اي من هناك وين قنطره ليش؟ اي من هناك قنطره الزغيرونه. اي هو هذا يعني الطريق الوحيد اللي يعبره؟ اي زين. ماي لو نقدر نمشيها مشي؟ ماي لحد اللي جاي. يا ولد اخبار مو ساره، يعني يقول ماي لحد الركاب واحنا مبدلين، لازم نشبر بالطين على قولة هنا. انا اشكرك جدا، اشكرك. الله يحفظك اخوي. على الرغم من انه صايد له مجسيه هو اليوم. هذا جايب العشاء، هذا الخضير. لا يلا اشكر. بما الله. الله يخليك. يلا يا ولد نروح له. بعد السؤال توصلنا الى ان الطريق الوحيد اللي يوصلنا تل عزيزه هذا المعبر اللي مسوينه على الشط. فقط هذا. اذا حالفنا الحظ وما نزعنا احذيتنا هناك احنا بخير، اما لا والله اذا نزعنا احذيتنا فاحنا في حاله يرثى لها. الطريق الوحيد هذا اللي يؤدي الى تل عزيزه، ونامل ان يكون ماكو مساءله قانونيه حتى نوصل لكم الصوره باحسن ما يكون. وصلنا للمنطقه، لكن مع الاسف ما لها مجال، لازم تنزع الحذاء مالتك وتشبر بالطين يا ولد. خليها هنا يا ولد. خليها هنا. راح نخلي الاحذيه مالتنا هنا، واذا ما لقيناهن يعني رادين لهن حفاظ. ما تقرب عينها. على الموقع مالتنا. يلا تعال. من عقبة الوحل والطين وجتنا عقبة الأشواك. يعني هو الإنسان لازم شوية يثابر من أجل الوصول إلى هدفه. نوصل تل عزيزة ننظل بعد 100 سنة إن شاء الله. محمد ايش فيك؟ طبعا شوف ايش قد مشيت مواقع واعرف، بس مثل هذه المنطقة المخيفة والمناطق اللي بيها مثلا شنو بيها تهلات وغيرها ما شفت مثلها، ومنطقة مخيفة جدا والله العظيم. ما خفت كثر ما خفت بهاي المنطقة. خنزير هذا خنزير يعني شفناه قريب من عندنا. لازم نركض لين على ما يلحق بنا. اركض يلا روح زين، روح وراك روح. مغامرة جميلة جدا والله ما تعب مثل هذا التقرير. يعني طفر من النهار منها شفته ما ادري، احاول اشرد اجيب اتجاهه، هو ضاب له وانا حاط لها بلف وسهيل قدامي. تعب مو طبيعي يا ولد. تحية تعبك يستاهلون. يا باش يستاهلون، هم هسه يكونوا يقدروني. يقدرونك ان شاء الله. ان شاء الله. عزيزه وصلنا لها.
وصلنا العزيزه، والعزيزه هاي قريبه عنا لكن تفصلنا بعد اشواك هواي. اذا رجعنا بسلام خير وبركه، واذا ما رجعنا بسلام شلون حتى لو هاي شلون تدرون بينا احنا ما رجعنا بسلام؟ يعني اذا ماكو مقاطع بعد فيديو لمحمد درويش ما تبتلع عزيزه يا ولد. راح نحاول هنا ناخذ لنا فد سلاح ويانا من هاي المنطقه. اقطعها راح شو لك بهذا؟ نستخدمها في جناديب خنزير. هاي اخذنا سلاح هسه. لا تنسى تحط له وحده وياك. هسه اشتريت وحده. هذا العش الثاني يقع كله بالطريق، بس هذا ما نقدر نمد ايدينا بيه لان نخاف حيه عربيد يعني موجود بداخله. المن يعود. اي دير بالك محمد. درويش. انتبه. بس هو مغلف كلش. يا اخي خطر هذا خطر عوف. ما انصح الشباب يوصلون له لان منطقه جدا وعره ومليئه بالخطوره. اقطع زين. الان انا خلف تل عزيزه. طبعا احب نعرفكم في مدينه العماره. تبلغ مساحه مدينه العماره 16072 كيلو متر مربع، ونسبه المسطحات المائيه بها بالمية تقريبا 8% من مساحتها الكليه. ونسبة المسطحات المائية الكلية بها 800 كيلو متر مربع. أعلى ارتفاع في ميسان اللي هو 150 متر وانخفاض 5 متر. النسمة السكانية يعني يبلغ عدد سكان مدينة العمارة 1.5 مليون تقريبا. عدد الأقضية 6 أقضية، والنواحي تقريبا 17 ناحية. بالإضافة إلى ذلك تضم ميسان الكثير من المواقع الأثرية، ويبلغ عدد المواقع الأثرية فيها 405 موقع أثري، ومن ضمنهن هذا التل اللي هو تل عزيزة. لتل عزيزة الكثير من القصص التي رواها القرويون الذين يعيشون بالقرب من هذا التل. بعضهم يقولون تل عزيزة هو في منطقة هور كما شاهدتوا، لأن دخلنا بالوحل أكثر من اللازم. يقولون أكو سلسلة ذهبية تمتد من تل عزيزة إلى التل الثاني اسمه؟ إلى تل غليوين التل الثاني. إذا صفى الماي بهاي المنطقة راح تبين القطر مال السلسلة اللي هو كل سلسلة وحدة. السلسلة الوحدة هي مجموعة من أقراص وحدة متماسكة بالثانية. القطر مال الواحدة يصل تقريبا إلى متر، لكن يقولون اختفت في مرور الزمن بعد ما المياه يعني انخفضت عن مستواها الأصلي. وصلنا إلى تل عزيزة لكن بمعاناة لكثرة الأدغال والمياه وكذلك الوحل. راح نصعد على تل عزيزة هسه حاليا احنا، وبالإضافة إلى هذا بلكي يعني مجموعة من الآثار نشوفكم إياها. على مر العصور هنا في ميسان، على الرغم من أن الدهر بدأ يهلكها شيئا فشيء. عزيزة هي الملكة التي كانت تقوم مملكتها على هذا الجبل، وبعد أن ماتت عزيزة دفنت في هذا الجبل، ودفنت الحاشية بالقرب من عندها. لذلك تشوفون انتم هذه الطوابيق التي بنت بها، او الطابوق الذي بنت به مملكتها. هنالك بعض الاكواس كذلك وبعض الخزفيات. اذا استمرينا بالحفر قرابه النصف متر تحت هذا التل او متر راح يطلع لنا عظام وكذلك جماجم للحاشيه التي كانت مدفونه هنا. لكن بالاضافه الى هذا وصلنا الى عظم من احد عظم طبعا قديم. هذا العظم وهو عظم الدمك اللي يربط ما بين منطقه الرجل ومنطقه البطن، الدمك اللي يسمونه اللي هو مال منطقه الفخذ. هذا يعود الى ملكه او ملك او من الحاشيه لا نعلم. راح بعد نجد هواي كثير.
ولد. طبعا هاي مجموعة من العظام. هذه مجموعة من العظام طلعها المطر شوي شوي يطلعها. هذه مجموعة من العظام وليست أخشاب. لكن مرر صديقنا لقى فد شيء يبهر هناك، راح ننتقل له. ساعة في الكاميرا راح ارجع حدا العظام الى منطقتهن ادفنهن. انطلق. وقفت. شوف هذا، تعال كل الكاميرا. هذا عظم انسان، هذا العظم يعود الى انسان، يعني مال الرجل. وتصوروا الاقدام اللي سبقتنا شلون اكبر من عندنا، لان هو هسه الفخذ مالته يصير اطول من فخذي. هذا شوفه، هذا مال انسان لقيناه طالع لحد هاي المسافه، فهذا راح ارجع ادفنه بالكامل راح ارجع ادفنه. حذرونا الولد اللي كنت واقف يمه، تسلوني، اللي سالته عن التل، حذرنا هواي من الخنازير اللي مساعة ركض ورانا واحد وقال كبار، ويعني بين قوسين يضربون البشر اذا وصل بهم مسافه 5 امتار 6 امتار يركضون وراه، نفس ما ركض ورانا. يعني انت شفتن هنا نفسها؟ يقول شفتن اكثر من مره اذا صعد على التل اشوفن نوبات يتيهن الجاموس ماله، فمن يتيه الجاموس ماله يصعد على التل على مود يعاين وين موجودات، فيقول اشوفن دائما كلش هواي. هسه احنا عندنا عمليه جمع العظام، لان العظام كلها طالعه، والاواني الفخاريه كذلك هو الطابوق. العظام منتثر بكل مكان. العظام هذا راح شو نسوي له؟ راح نجمعه وندفنه من جديد. سهل نملى هذه العظام كلها طالع. هذه العظام ذني يا ولد، ذني العظام الطالعات كلها نجيبهم. خلينا هنا نلي بهاي المنطقه، خلي العظام راح ندفنهن بمكان صحيح. تعالي هاي مجموعة من العظام راح نلمهن. هم لقينا احنا مجموعة من العظام باتجاه عكس الشمس. لقينا مجموعة من العظام لكن متناثرة بشكل مو طبيعي العظام، لان نطلعهن المطر. راح نكض ونجمعهن وندفنهن. هاي مجموعة من العظام، سهل تعال تحفر لنا حفرة. هاي مجموعة من العظام كلها تعود لبقايا بشر، واكرام الميت دفن ذاك واحد. خلينا نجيب لنا وجه. باعتبار الدمك اللي هو هذا اقوى واصلب العظام الموجوده في الجسم، فلذلك يبقى. احنا هم راح نقوم بدفنه من جديد. هذه مجموعة من الخشبيات اللي كانوا يستخدمونها، هم كذلك راح نقوم بدفنها. هذه خليها هنا. شوف هذا اللي هنا، هذا يبدي شكله مثل الهرم، يعني هذا الطابوق كلش كبار. شوف هذا طابوقه، هاي يبدي مثل الهرم، بس المياه جارفته. لو تلاحظون يعني نهر كبير مسوي بيه الماي. اقطع. طبعا يا ولد هذا السن من احد سنون الملك عزيزه، ما ادري ياهو. يا اخي كان ذكراه. هذا يا ولد لقينا لنا هاي لوحه طينيه مكتوب عليها بالخط المسماري. يمكن يا ولد ماكو دوله يا ولد، هاي تساوي آلاف الدولارات. كل قوم يفتخر بحضارته الا العراق، فهي تنثرها الرياح كيف تشاء. عليه خطوط مسماريه يا ولد، خطوط مسماريه. تعالوا شنو هاي؟ يعني هاي الثقافه في يدي، ولا يوجد هنا من يحميها سوى الدرويش، يجلبها من مكان بعيد ويدفنها في مكان قريب. الله اكبر. خي تعالي يا ام حسن تعالي. مدر عن عظام وين هيبه، والله الهيبه. لي هنا تنتهي سفرتنا الى تل عزيزه، وشكرا جميلا، ونتمنى لكم متابعه ممتعه
مع محمد درويش. ولا تنسون تضيفونا على حساباتكم الخاصة سواء بالفيسبوك أو باليوتيوب، وإن شاء الله إلى تقارير أخرى. أشكر جميع الولد اللي ساعدوني بالوصول إلى تل عزيزة، سهيل ورائد، شكرا جزيلا لهم. وشكرا جزيلا كذلك لكم اللي تتابعوني وتعلقون لي وكذلك تدعموني معنويا. شكرا جزيلا لكم.